بس بقيت مستني الهمس. كل مرة أكتب صياغة جاهزة يجي التصحيح مش مظبوط، خليها عامة. الغريب إن التصحيحات مش بتكشف تفاصيل، بتمنعني أثبت حاجة مش متأكدة. كأن اللي بيهمس مش عايز انتقام، عايز بس ما يتظلمش تاني على الورق. قلت لنفسي يمكن أنا بتخيل بسبب العاصفة، فقررت أعمل اختبار غبي. كتبت جملة مختلفة عن اللي الدكتور قالها، جملة عادية جدا بس مش نفس المعنى. الهمس طلع في نفس اللحظة، لأ. بعدها على طول جملة تانية هادية، قول إن الباب كان مقفول وإن مفيش حد كان معايا. اتنفضت. دي تفاصيل مستحيل تتجاب بالحدس، دي تفاصيل حد عاشها. الدكتور نبيل لاحظ إن أنا بتردد، قال: أنت ليه بتقف كل شوية؟ قلت: مش عارف، بس في حاجات مش مؤكدة. بصلي نظرة باردة: أنت وظيفتك تكتب اللي يتقال. الكلمة دي وجعتني، لأن اللي بيتقال بقى مش منه بس. وفي اللحظة دي فهمت إن الورق عامل زي ساحة نزاع، بس النزاع صامت. لقيت نفسي بسأل في سري: هما ليه مهتمين بالتقارير؟ وليه دلوقتي؟ الهمس جاوب كأنه سمع السؤال: عشان اللي اتكتب فضل. أنا شهقت من غير صوت. الهمس كمل: في حد بيكتب بسرعة ويمشي ويقفل الكلام. حسيت إن في طرف تالت فعلا، طرف عايز التقارير تمشي في اتجاه واحد حتى لو مش الحقيقة. الدكتور نبيل قال إنه هيروح يبص على الكهرباء وسابني لوحدي في الغرفة. نور الطوارئ كان ضعيف والهوا بقى أتقل. سمعت الهمس حواليا مش من اتجاه واحد، كذا اتجاه، بس مش دوشة، زي طابور واقف يستنى دوره. واحد يقول اكتب الصح، واحد تاني ما تسيبش الكلام يتقفل. وانا واقف مش عارف انا سامع بايه، وداني ولا قلبي. رجع الدكتور ومعاه ملف جديد اتسلم من الاستقبال. قال بسرعة: دي لسه واصلة، لازم تتسجل. مسكت الملف وبصيت على البطاقة. الاسم فيه لقبي، نفس اللقب اللي مش بيتكرر بسهولة. اتجمدت، حسيت إن العاصفة دخلت جوه صدري. وقبل ما أسأل أي حد، الهمس قال بصوت واحد